بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي في حوارات ونقاشات حرة وفي كل جروبات السودان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن ندخل مرحلة خطيرة جدا، ولكن هذه المرحلة كانت متوقعة بالنسبة لي، اغتيال القيادات والرموز. والكلام ده أنا يمكن أنتوا بالذات هنا في الجروب، ويمكن كل الناس اللي كانوا بيتابعوني عارفين أنا كنت بتكلم عن إنه من بدري من قبل ما يتمرد الدعم السريع رسميا ويتحول إلى البربرية الجنجويدية دي. كنت بقول لكم في لسه معدة جاهزة لاغتيالات القيادات، سواء كان في ضباط الأجهزة الأمنية أو الأحزاب السياسية أو الوطنيين أو كده، لأنه ما ينبغي أن يكون هو الإسراع بالسيطرة على السودان وموارد السودان، لأنه كنت قاعد أقول لكم 2020 كانت المرحلة المخطط لها يعني، والحتة دي مصادفة كان برضو 2020 هي كان المفروض يكون قيام دولة قريش أو سيطرة هؤلاء الجنجويد على الدولة. طيب الكلام ده أنا كنت بكرر فيه كتير، وده طبعا ده نفس الحصل. الناس الآن بيستغربوا فيما حدث لوالي غرب دارفور، ولكن هو ده كان نفس المخطط المفروض كان يحصل للبرهان، لأنه الجنجويد أول هجوم لهم كان هجوم على بيت البرهان في القصر وبقيادة حميدتي، ومش بس بالسلاح، إنما برضو بالهدم للبيت، و600 ولا 6000 دخلوا كلهم للهجوم للقبض وقتل واغتيال البرهان. وده طبعا كان المفروض يحصل للبرهان ولياسر العطا وللكباشي ولكل القيادات الكبيرة في الجيش. وبعديها يعلن الانقلاب والدولة، وطبعا ديل كانوا حيأيدوا اللي هم ديل المدفوع لهم ديل، يعني ديل مع عملاء كان حيأيدوا. وبعديها التأييد ده حيفتكروا انه ده للمدنيه وكده، بعد شويه الجماعه ديل حيفرضوا سيطرتهم، يقبلوا عليهم ذاتهم يعني لا يمكن كان هؤلاء انهم يكونوا جايبين 120 ألف مرتزق وجايين بهذا الحجم. يا خالد سلك ويا يا كيد، انتوا كان ممكن حيسلموكم، يعني كان حيصفوكم انت منو جم خميس أبو بكر بتاع حركة تحرير السودان، اللي هو اتعين وفق اتفاقية السلام اللي وقع عليها حميدتي كطرف أساسي حكومي. حميدتي المتمرد، حميدتي اللي كان مليشي، حميدتي اللي كان بيحارب هذه الحركات، مشى كدولة بتفويض كامل إنه هو رجل السلام اللي احتفل به حمدوك، هو الموقع اتفاقية السلام مع هذه الحركات. وخميس أحد القيادات التي أفرزتها اتفاقية السلام في دارفور، اللي فيها مني حاكم عام، واللي فيها المفروض قوات مشتركة من كل هذه الحركات تحافظ على السلام. وده السلام اللي احنا دفعنا فيه ثمن أدى إلى إفقارنا، أدى إلى إضعافنا، أدى إلى تشريدنا قبل التشريد الكبير بتاع الحرب. سلام اللي فرض علينا التاوات، السلام اللي جعل حياتنا جحيم، السلام اللي شرد أولادنا وقفل جامعاتنا وحرم أولادنا من التعليم العالي، وكل ده السلام. والذي تم اغتياله بالأمس هو أحد أعضاء هذا السلام، والذين تولوا إدارة غرب دارفور وفقا لهذه الاتفاقية، حتى يعرف الشعب السوداني أن الذي يجري إنما حرب قبلية وغزو غربي أفريقي يريد التخلص من كل أهل السودان والسيطرة وبدعم كامل من الإمارات العربية المتحدة. طبعا انتوا لما بتسمعوا التسجيلات
بتاعين الجماعة ديل، يقول لك نحن الدول العربية، سوريا، الإمارات، شنو، طبعا هم ذاتهم ما عرب يا إخواننا، والكلام ده وراه اليهود. هؤلاء البدون المنتشرين في 22 دولة، اليهود عارفين إنهم ديل أصفاد بني إسرائيل التي تاهت، التي كتب الله عليها التيه، والذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، عارفينهم وديل، وعارفين إنهم ديل ما أحفاد القتلة، ديل قتلة الأنبياء كده، ديل ما عندهم حاجة غير يقتلوا، أصلا ما عندهم. أنت لو بتحكم لا يمكن تكون بهذه الطريقة، لكن ديل ما عندهم علاقة لا بالسياسة. المهم بيقولوا إنه بيجيبوا لنا المدنية دوج بالطيارة، بينزلوها علينا، نحن بنرجع نحرسها، نحن مجرد قتلة شايلين سلاح بنحرس. المدنية دي بيجيبوها لنا من جدة الدولة العربية حتى تعمل المدنية، تجيبها لهم بالطيارة الدج، تنزلها لهم، بعدهم حيمشوا يقفوا في الحرس في الحدود حيحرسوا. الأوضاع ماشية متطورة جدا، وما حدث لخميس الوالي خميس سيحدث لكل المسؤولين إن تمكن هؤلاء، بما فيكم انتوا يا ناس خالد سيدك وفكي مانجا. انتوا شنو ذاتكم؟ انتوا شنو منو؟ انتوا مأمورين من الإمارات العربية إنكم كان تقيفوا وتدوا الشرعية والغطاء السياسي لما سيحدث من الغزو الغربي أفريقي الذي يحدث الآن ويخطط له. إخواننا لغاية الآن الإمارات سفيرة قاعد، لغاية الآن الإمارات ناس بتاعين الأمن قاعدين وداخل الخرطوم، وهم الذين يخططون الآن، وهم الذين يرشدون، وهم الذين يمدون الجنجويد بأجهزة الاتصالات، وكل اللي بيقولوا عليه ما عارف شنو ذاك ضربوا السفارة، لا ما ضربوا، هم سرقوا، ما سرقوا، فتحوا لهم ادوهم الأجهزة. كل الدبلوماسيين انسحبوا من السودان ما عدا دبلوماسيين دولة الإمارات العربية اللي محميين من الجنجويد وقاعدين يخططوا لهم. وأنا الليلة في يدي في تقرير خطير جدا جدا طلعته جهة أمنية من واحدة من الأحزاب، خطير جدا. نحن يا إخواننا المرحلة الشعب السوداني أنتم كلكم لو ما وقفتوا وقفة قوية مع قوات شعبنا المسلح وتم القضاء، أولا ما يطلع جنجويد من الخرطوم بأي ثمن، بأي ثمن. وبعد ذاك طبعا يا إخواننا أنا كنت أتمنى إنه طيارات زي ما قاعد تشتغل في الأبيض تصل دارفور، ولكن دارفور للأسف الشديد كل هذه الحركات المسلحة الآن التي ستدفع الثمن غاليا هي التي أصدرت وساهمت في أن الأمم المتحدة تصدر قرارات وتدخل بالقوات الأممية بالبند السابع وتمنع الطيران الحربي من دارفور، ولا تزال دارفور منزوعة من الطيران الحربي ومن تدخل الجيش. دي قرارات كنا عملتوها من 2003، والكلام ده لما الأمم المتحدة كانوا عارفين وقالوا عليكم. لما نزل برونك هناك في 2004 في مهاجرية قال لكم نحن دايرينكم تسيطروا انتوا على الخرطوم وبعدين نخلي لكم دارفور دي حتكون حاجة مستقلة ما عندها أي دخل مع المركز. وده حصل طبعا، تمت صياغته في الفجر الجديد في 2013، وبعديها تمت نفسه اعتماد. أنا كنت دائما قاعد أقول لكم اتفاقية السلام وبنود اتفاقية السلام هي بنود مكررة ومرحلة من مرحلة لمرحلة، وهو تطبيق كامل لما جاء في وثيقة الفجر الجديد. وثيقة الفجر الجديد يمكن المؤتمر الوطني حاول يوضح للناس ويقاوم وكده، ولكن للأسف الشديد الناس طبعا ما كيزان كيزان كيزان. شفتوا انتوا عارفين مسألة هؤلاء الكارهين الدين واللي بيقوا بس الكيزان أحسن، بس ما الكيزان الشيطان إلا الكيزان، ده اللي وصلنا لكده. طبعا يا إخواننا الرمزية اللي كانوا بيقولوها ده هم كانوا كارهين الدين يعني. عشان كده نحن وصلنا للمرحلة دي، الناس كانت بتفرح للفسوق، بتبتهج للانحلال الأخلاقي، بتبتهج لمن يكره الدين، يقول لك نحن ما دايرين دين، ما دايرين بسم الله الرحمن الرحيم، بيفرحوا. نحن وصلنا للمرحلة دي. إن تنصروا الله ينصركم. انت لما دار تحارب الله ورسول الله حتصل لوين؟ حتصل لانك كلك تقتل وتشرد. والله لن تنجو يا خالد سيلك ولا فكي منقه ولا في زول فيكم ولا في زول بيكم حيانا بيوم واحد لو الجماعه دي جو يوم واحد، مش تحكم، والله يوم واحد تقعد في السودان ما تقعد.
يعني تغيير كامل ديموغرافي. الكلام ده قاله برونكو. انا بعدين والله الليله برضه مشغوله، بعدين بيجي بقرا لكم الكلام بالنص، ويمكن قريته كثير. تقبل الله والي غرب دارفور الشهيد عند الله خميس البكر. طبعا يا اخواننا برضو ساهمت قناة العربية في تحديد الموقع له. عشان كده المسؤولين الآن، الإعلام الرسمي، المسؤولين اللي بيديروا العمليات العسكرية، أنا التوجيه لهم إنه ما في واحد، حتى المسؤولين في الدولة، ما في واحد يعمل أي تصريحات بيروحوا لأي واحدة من القنوات. إخواننا بطلوا الإعلام، بتعتيم إعلامي كامل اشتغلوا. الإعلام سلاح، الإعلام سلاح، وسلاح خطير جدا جدا. نحن الآن بنعلن الهيئة الشعبية الإعلامية لمساندة الجيش. أي زول عنده أخبار مهمة يوصلها لنا، نحن معروفين يا هديل في السوشيال ميديا، وأرقامنا أي واحد من خلال الجروب يورينا، نحن بنقدر نطلع الشغل الإعلامي. المسؤولين الحكوميين، الجيش يسيطر على ناسه، ما في زول يطلع يعمل تصريحات، ما في زول يعمل لقاءات مباشرة في أي قناة من القنوات. في قنوات كثيرة جدا جدا شغالة، لأنه يا إخوانا المشروع ده مشروع كبير، مشروع دولي، مشروع إقليمي، مشروع صهيوني، فيه إسرائيل، فيه الإمارات رأس الحربة. إخوانا ليه أنتم ما تطردوا الإعلاميين الدبلوماسيين الإماراتيين القاعدين؟ لماذا لا يطرد السفير؟ لماذا لا يطرد أعضاء الأمن الإماراتي المتواجدين في الخرطوم؟ لماذا يتركوا؟ لماذا لا تعلن إغلاق السفارة الإماراتية وأنها دولة غير مرغوب فيها في السودان؟ ماذا تنتظرون إلى أن تقضي عليكم هذه الدويلة بخططها الجهنمية، بخططها اليهودية الصهيونية؟ الآن نحن دخلنا مرحلة خطيرة جدا، ولو اغتيال هذا الوالي مر مرور الكرام أي واحد ينتظر وحتتم الاغتيالات. والآن الجماعة ديل في النهاية هم يتهزموا. أنا زمان قلت للحركات المسلحة اللي يا لقمة يا إدريس لقمة، أنت الحريص على اتفاقية السلام يا هديك سلام. لكن طبعا الناس لقمة اللي هم الزغاوة تماما شغالين مع الجنجويد، والكلام ده أعلنوا السفير ذاته التشادي، قال الليلة الزغاوة والقرآن وكلهم اللي هم كلها العناصر التشادية. وديل دايرين اللي هو هنا في السودان وجودهم ضعيف، عشان كده هم دايرين يستولوا بالطريقة البربرية دي على السودان. الزغاوة ذاتهم هم أصلا هم كم؟ هم كلهم 40,000. ال 40 200,000 200,000 40,000 بس في السودان، ال 160,000 في تشاد. فهم وجودهم هنا كان وجود ضعيف، عشان كده هم متماهين تماما. واصلا حمدان دقلو ده في كل تمرداته وفي كل حراكه كان مع الزغاوه تماما. عشان كده ادريس لقمه بيقول لهم نحن متفقين على السلام، ونحن قاعدين هناك في بورسودان حارسين الاغاثه. وفعلا جبريل طوالي سافر مشي بورسودان وخلى الماليه وخلى مرتبات الناس وخلى الناس في الظروف دي. يا اخوانا كل المسائل دي مرتبه، كلها مرتبة وكلها مدروسة ومخططة. عشان كده على الشعب السوداني أن يتحد تماما مع قوات شعبه المسلحة، أن يقضي على الجنجويد في الخرطوم. وبعدها أنا زمان قلت لهم يا حركات يا مسلحة جايبين جيوشكم وقاعدين هنا والهادي إدريس ده يتبلى وينطرد طوالي من الخرطوم. هذا رجل خطير جدا جدا، قاعد الزمن ده كله محمي من الجنجويد. اول ما الكافوري بدات تنضف قال انا ضربوني، وقاعد يتكلم في الخرخره والكلام الفارغ. والزول ده طبعا ما كان مع ناس الاطاري. نحن يا اخواننا الناس تعرف الخونه حتى في الحركات المسلحه وغيرها. اصلا الحركات المسلحه والجبهه الثوريه يا اخواننا حاجه واحده مع ما يجري، يعني ما تتخيلوا انهم هم مع الدوله ابدا ابدا، هم ما اتفقوا على كده. عشان كده الناس تتعامل، تخط الاشياء في مواقعها وتتعامل بما ينبغي يعني.